لقمه ناشفه. ايه لقمه ناشفه دي؟ دول الثلاث دقايق. طبعا ده كلام فارغ اللي انا بكتبه دوت، انا عارف ان انتوا بتتضايقوا منه، بس في ناس بتحبه. 3 دقايق اسمهم اللقمه الناشفه. راجل غني قوي، من كتر الغنى خاف يفتري. يعني خاف بقى لما يبقى غني كده يفتري قوي. قام راح لراجل حكيم، قال له بص يا عم، انا غني قوي ومن كتر الغنى ده خايف لا ابقى غني وافتري. فالراجل قال له ايه؟ قال له انا مش عايز فلوس كتير، انا عايز ربنا يبعت لي الرزق على قد يومي، يعني يا دوب الرزق يجي لي اكلي وشرب انا وعيالي ويكفيني واعيش مرتاح وخلاص، مش عايز الغنى قوي ده. فالحكيم ده قال له طيب قول لي انت شغال شغلك فين؟ قال له انا تاجر ومحلي في الحته الفلانيه. ساكن فين؟ قال له ساكن في المكان الفلاني. قال له طيب بتروح الشغل ازاي؟ قال له بروح الشغل بالفرس بتاعي، قديم كلام موضوع زمان. قال له انا عايزك تروح الشغل ماشي. قال له ماشي هروح ماشي. قال له بس عايزك كمان وانت رايح الشغل كل يوم الصبح وانت خارج بالبيت تاخد معاك رغيف عيش ناشف، لقمه ناشفه. قال له طيب. قال له تقعد تاكل في الرغيف ده من اول ما تطلع من باب بيتك لغايه ما توصل الشغل كل يوم، وعدي اسبوع وتعالى لي، بس اوعى تفوت يوم من غير ما تاكل الرغيف. الراجل قال له خلاص يا عم امين انا اعمل كده. اخد بعضه التاجر وبقى يصحى من النوم كل يوم ياخد معاه لقمه ناشفه، رغيف ناشف، ويقعد ياكل فيه في الطريق لغايه ما يوصل الشغل، يوم ورا يوم، 2 3 4 7 ايام، عدوا الاسبوع. وقام رجع لصاحبنا الحكيم. الحكيم قال له ايه الاخبار؟ قال له ايه الاخبار؟ انا قبل ما اجي لك كان بيجي لي كل يوم 10,000 درهم. قال له طب وبعد ما عملت اللي قلت لك عليه؟ قال له بقى يجي لي 100,000 درهم. الراجل قال له ازاي؟ ده انا قلت. قال له والله عملت زي ما قال. قال له لا يبقى اكيد ما اكلتش عيش ناشف، كلت عيش طري. قال له لا والله عيش ناشف. قال له يبقى اكيد ده في يوم ما عملتش فيه كده. قال له والله عملت كل يوم. قال له يبقى اكيد ده اكلته في الشغل او في قال له والله اكلته في الشارع وطول الطريق عمال اكل. قام الحكيم قال له طيب ممكن تقول لي انت عملت ايه بالظبط؟ قال له انا عملت ايه؟ انا عملت زي ما انت قلت لي، كل يوم باخد من البيت رغيف عيش ناشف واخده معايا بقعد اكله في الطريق لغايه الشغل. بس وانا باكل اكتشفت اكتشاف. الحكيم قال له اكتشفت ايه؟ قال له اكتشفت يا عم الحاج ان الرغيف ناشف، فلما بقطمه بينزل فتافيت. عارف لو انا باكل عيش طري باكل لقمه عيش، طب لو باكل عيش ناشف لما بتقطم العيش الناشف فيه فتافيت بتنزل كده. الحكيم قال له بعدين؟ قال له فاكتشفت ان انا لما بقطم الفتافيت بتقع على الارض. انت انا جايب كيس حطه تحت الرغيف ومسكت الرغيف بايدي وبقيت اكل اقطم او من الفتافيت تقع في الكيس وبقيت ماشي باكل لغايه ما اوصل الشغل. قال له بعدين؟ قال له بوصل الشغل بلاقي الفتافيت في الكيس. قال له بعدين تعمل ايه؟ قال له بعدين باخد الفتافيت اللي في الكيس واكلها. قال له ليه كده؟ قال له عشان ما فرطش في النعمه. قام الراجل الحكيم قال له يا رجل ما طلبت منك ان تاكل الخبز الناشف الا لهذا، ده انا اصلا خليتك تاكل عيش ناشف عشان وانت ماشي تقوم الفتافيت تقع منك، يبقى انت كده بتفرط في نعمه ربنا، ولكنك حافظت على النعمه، تبارك الله لك، اذهب يا رجل لن تفقر ابدا. قصدي ان في ناس فينا بيبقى قدامها نعم كتير، وانت قدامك نعم كتير، وانت قدامك كتير، وعمال يعني ترفض النعمه. اكل موجود في البيت تقول لا ده انا هطلب اكل من بره، مش عارف ايه معقول في البيت تقول لا ده انا مش هعمل كذا. تفرط في القليل يضيع منك الكتير، تحافظ على القليل ربنا يزيدك ويديك، وربنا يديكم الخير والبركه ويزودكم. واوعى حد فيكم يقول ده السؤال ده عليه درجه مش مهم، درجه مع درجه تخليك اغنى طالب في الدنيا. كل سنه وانتم طيبين ومنورين ودايما منورين، وربنا يديكم الخير ويكرمكم يا رب. خالد علي معاكم، وخالد علي بيحبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.